بات أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ ليكتب رقما تاريخيا غير مسبوقا في مباراة المغرب ضد البرتغال. سلطت الصحف العالمية الضوء على فوز منتخب المغرب ضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم، وجاءت عناوين الصحف كالتالي: صحيفة ريكورد البرتغالية تعنون تقول: منتخب البرتغال يسقط أمام المغرب ويقول وداعا لبطولة كأس العالم. أما صحيفة أجوج البرتغالية قالت: البرتغال تودع كأس العالم 2022 بضربة قاسية. صحيفة آبولا البرتغالية أظهرت خيبتها الكبيرة بعد فوز المغرب ضد البرتغال مدونة: الحلم ينتهي. وبالانتقال إلى الصحف العالمية ستجد صحيفة مترو الإنجليزية قد كتبت: المغرب أصبحت المنتخب الإفريقي الأول الذي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم مطيحة بمنتخب رونالدو. شبكة سكاي سبورتس العالمية كتبت عبر موقعها: يوسف النصيري يسجل هدف الفوز ويرسل رونالدو خارج كأس العالم. كما سلط موقع بيسوكر العالمي الضوء على تأهل المغرب ضد البرتغال مدونة: المغرب تكتب التاريخ وتسحق البرتغال في ربع النهائي. موقع فرنسا 24 الفرنسي تحدث عن تأهل المغرب ضد البرتغال بقائلة: المغرب تفوز على البرتغال وتصبح أول فريق إفريقي في نصف نهائي العالم. صحيفة ماركا الإسبانية عنونت تقول: المغرب صنعت التاريخ في كأس العالم 2022 ضد البرتغال. وأخيرا مع شبكة BBC العالمية والتي كتبت تقول: المغرب تهز البرتغال لتكتب رقما تاريخيا للعرب والأفارقة في كأس العالم.